عايزه تبقي زوجه مثاليه وجوزك يدعيلك؟ انا هقولك على كلمه السر ده لو انت عايزه طبعا. اول حاجه كده ما تزهقهوش في عيشته. دي ما بقتش عيشه، لما انت لازم تشوف لك حل، انا زهقت ومش قادره استحمل. والله زي ما بقولك كده، يعني مش كل شويه خناقات، ومش كل شويه وديني عندي ماما، ومش كل شويه امك بتقول اختك بتقول. نهدى كده على بعض حبه، اتخانقوا وناموا واصحوا الصبح عندكوا زهايمر. اجلي طلباتك لاي وقت تبقوا رايقين فيه، ما تجيش في وسط الخناقه تقولي له عايزه وعايزه وعايزه. ومش لازم تبقى خناقه معاكي، ممكن تبقى في الشغل او مع اصحابه او مع اهله. اختاري الوقت، يعني خليكي لماحه. فافتكرت ايام زمان وكده. انا كنت بتفرج على الصوره اللي بنطلونك كان مقطوع فيها دي. بعد ما جوزك يجي من الشغل اديله ساعة كده يقعد مع نفسه ساكت على الكنبة وراسه للسقف. هما بيحبوا كده، ما تفهميش ليه، بس سيبيه يمكن يهدى. حطيله غدا، حطيله الشاي، حطيله المية، هاتيله لب وسوداني. هو عايش وبيتحرك بس ما بيتكلمش. هيفرح بيكي ويدعيلك في كل صلاة. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.